هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نوفي محرم وقناتي احلى الوصفات مع نيفين. اهلا بكم جميعا. النهارده وصفه سهله وكمان مغذيه ومفيده خصوصا للقلب، وصفه القرنبيط المقلي. تعالوا نشوف عملناه ازاي. معانا قرنبيطه كده لونها بتغير شويه، لو انت عينتها يوم كده فعادي بتشيل الحاجات الزايده منها اللي هي لونها مغير. قطعناها وحطيت ميه وملح، معلقه صغيره ملح كده وشويه كمون، وهسلق القرنبيط. سهل خالص سهل خالص. بعد ما سلقته 10 دقايق كده هاجي بقى اعمل الخلطة بتاعتنا اللي هي التتبيلة. طبعا كل واحدة بتتفنن في التتبيلة بتاعتها، انا بدور على الحاجات السهلة والسريعة كمان والبسيطة. بيضة، كوباية دقيق، معلقتين نشا، وكمان كوباية مية. هتضيفي بقى التوابل اللي انت بتحبيها، شوية كمون، شوية فلفل اسمر، رشة ملح، وفصين 3 كده توم مهروس. في ناس بتضيف كزبرة خضرة كمان بتقطعها وتضيفها، انا مش بضيف حاجة تانية، كده كفاية المرة دي. هقلبها بقى كده لغاية الخليط ما يبقى كده زي قوام الكيك كده، يعني عشان لما احط القرنبيطة ما تبقاش ينزل من عليها الصوص بتاعها ده او التتبيلة، تبقى ماسكة فيها كده وتقيلة على القرنبيطة. شوفوا القوام دلوقتي، انا قعدت اقلبها لما القوام بقى كده معايا. لو حسيتي انها تقيلة ممكن تضيفي شوية مية كمان، وطبعا ممكن تضاعفي الكمية لو حابة كمية اكبر بتضاعفي التتبيلة. هحط بقى كده القرنبيط اللي مسلوق ده. بلاش تسلقي تزودي سلق القرنبيط قوي، ولا يبقى ني قوي عشان يبقى طعمه مش مهري. ما تتهراش منك، ما تتكسرش منك القرنبيطه وانت بتعمليها في التتبيله دي. شوفوا ماسكه نفسها كده كويسه وفي نفس الوقت مستويه. انا بحط عليها كده التتبيله دي كده، شوفوا تقيله عليها، يعني مش بينزل منها التتبيله دي. لما هاجي اشيلها كده عشان اقليها هتلاقوا التتبيله مش بتنزل منها. شوفوا قوامها تقيله ازاي، زي الكيك كده. في مرحلة تانية بعد كده ممكن تضيفي بقسماط او فيجيتار او دقيق كمان وعليه توابل لو انت عايزاها مقرمشة اكتر، لكن انا بكتفي بالتتبيلة دي وبقليها بعدها. سهل وسريع. شوفوا الخلطة مش بتنزل منها ازاي، ثابتة عليها عشان انا مش عاملاها سايلة، يعني هي قوامها كده زي ما انا وريتكم. وقليته في الزيت وخلاص، خلصت وصفتنا. شفتوا سهلة ازاي وجميلة، تقدري تاكليها مع مكرونة او مع اي حاجة تحبيها تانية، عيش او رز بشعرية او رز بسمتي as you like. ايه رأيكم؟ جميلة جدا. بصوا مقرمشة ازاي الصوت، وفي نفس الوقت طرية. ممكن تزودي النشا لو عايزاها تبقى مقرمشة اكتر. شوفوا شكلها جميلة. شفتم سهل ازاي وسريع؟ سهل جدا. زي ما قلت لكم ممكن تزودوا التتبيله بدقيق تاني او فيجيتار او نشا كمان لو عايزين قرمشه اكتر، دبل قرمش. بس انا كده راضيه بيها، جميله قوي. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وشير. باي ولايك.